في خلال الشهور الأخيرة من أكتر الأسئلة اللي اتسألت على محركات البحث How to be data scientist. طبعا أول سؤال بتسأله هو إيه الداتا ساينس؟ خلينا نقول مثلا إن أنت شغال في شركة عندها كول سنتر مكون من 100 فرد أو 100 تيلي سيلز ريب محتاجين يكلموا 100,000 عميل. أنت عندك في الداتابيس بتاعتك أكتر من 7 مليون عميل. أنت محتاج تعمل فلتر للعملاء بتوعك، تختار أكتر 100,000 عندهم potential أو عندهم probability إن هم يشتروا. هنا دور الداتا ساينس، إزاي يعرف يختار من 7 مليون عميل 100,000 عميل بس نكلمهم ونوصل للتارجت سيل بتاعهم. الداتا ساينتست دوره انه يبص على الداتابيس، يبص على كل فاريبل موجود في الداتابيس ويبتدي يبيلد موديل يعمل توقع او بريدكشن هل العميل ده هيشتري ولا لا، نسبة شراء العميل كام في المية. هو الحقيقة لازم يمر بمراحل كتيرة جدا، لازم يعمل اناليسيس، لازم يبني موديل، لازم يكتب كود، لازم يتست الموديل، لازم يكون فاهم احصاء كويس جدا علشان يعرف يقيم الموديل بتاعه. نسبة نجاح ده كبيرة جدا، وعلشان كده الوظيفة دي من اكتر الوظائف المطلوبة على مستوى العالم.